عم فهيم بيقول لي كان في عيل صغير كل يوم يروح البنك يحط 50 جنيه في حسابه. الموظفين استغربوا وقالوا للمدير. المدير قال لهم لما يجي تاني الولد ده خليه يعدي عليا في المكتب. الولد راح تاني يوم يحط ال 50 جنيه. الموظفين دخلوا للمدير، فالمدير سأله انت ايه حكايتك يا ابني؟ كل يوم بتجيب 50 جنيه منين وانت لسه عيل صغير بالشكل ده؟ الولد قال له ده الموضوع سهل جدا، انا براهن اي حد قدامي وبكسب الرهان. المدير ضحك وقال له طب ما توريني كده. الولد قال له طيب تراهن على 50 جنيه ان اقدر اعرف ابوس عيني؟ المدير وافق. فقام الولد قالع اللينسز بتاعته وبسها وركبها تاني وخد ال 50 جنيه ومشي. المدير فضل متعصب ومتضايق جدا. الولد جه تاني يوم فالمدير وقفه وقال له تعالى هنا، انت ضحكت عليا امبارح وعايز فلوسي. الولد قال له انا هاعمل رهان جديد، ولو أنت كسبت هتاخد 3 أضعاف اللي أنت دفعته امبارح، يعني هتاخد 150 جنيه، ولو أنا كسبت مش هاخد منك حاجة يا عم. الولد جاب 10 موظفين علشان يشهدوا على الكلام ده، والمدير واقف. الولد قال له أراهنك إن لون ملابسك الداخلية أزرق؟ ضحك المدير وقال له لأ مش أزرق. فالولد يقول له أزرق، المدير يقول له والله ما أزرق. فالمدير قام جاي قالع البنطلون وقال له بُص قُلت لك مش أزرق. فالولد قال له أنت كسبت الرهان، اتفضل يا سيدي ال150 جنيه. المدير قال له: "أنت خسرت، هو أنت مش زعلان؟" رد عليه الولد وقال له: "لا، لا، أنا مش زعلان، لإني كنت مراهن ال10 موظفين دول إني أقلّعك البنطلون، وخدت منهم فلوس كتير. عيب، أنت مدير، يعني كبير، ما تحطش راسك براس الصغار، وبعدين لو ما طوّرتش من نفسك اللي حواليك هيفرموك، والدنيا كمان هتفرمك، لأن رتم الحياة بقى سريع بشكل مرعب، لازم تجري معاها أنت كمان بأقصى سرعة، حتى لو نفسك هيتقطع. غير كده هتلبس الجلابية والواد بلية اللي كان بيعمل لك النسكافيه ويجيب لك الفطار كل يوم هيعلّم عليك، وكل اللي حواليك اللي أنت مفكّر إنهم بيحبوك هيضحكوا عليك. فكّر فيها."